السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هننفذ مع بعض حزام. دي التوكة هنستخدمها، توكة للحزام، وده خيط مكرمية فرنساوي. ودي إبرة مقاس 3.5. تقدري تستخدمي طبعا خيوط تانية، أي خيط موجود عندك يكون رفيع. هنبتدي بسم الله، هنعمل عقدة بداية بالشكل ده. بعد كده هنخرجها من الإبرة وهنجيبها، التوكة معانا اهي، هندخلها كده وهندخل الإبرة فيها. بعد كده هنبتدي نشد الخيط من هنا بالشكل ده عشان نثبتها في قلب التوكة. بعد كده هنبتدي نشد الخيط بالشكل ده، وهناخد الخيط ده معانا تحت الغرز عشان يبقى ماسك معانا وما يفكش بالشكل ده. هنملى الجزء كله غرز حشو، هندخل الإبرة كده وهنشد الخيط بالشكل ده. بمشي بالطريقة دي لحد ما بكمل اول سطر معايا، بملاه غرز حشو بالشكل ده. كده انا خلصت الجزء بتاعي، مليته كله غرز حشو بالشكل ده. بعد كده هخرج الابرة عشان اشتغل من الناحية دي. هبتدي ارتفع 2 غرزة سلسلة، 1 2. بعد كده هبتدي ادخل، هلف على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها واشد الخيط واعمل غرزة نص عمود، يعني هخرج منهم هما التلاتة. بعد كده بلف على الابرة وبدخل في الغرزة اللي بعدها وبكمل السطر معايا بالشكل ده، غرزة نص عمود في كل غرزة بتقابلني. ببتدي الف على الابرة وادخل اعمل غرزة نص عمود، بلف على الابرة وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبشد الخيط معايا واخرج. بيبقى معايا 3 لفات بلف على الابرة واخرج منهم هما التلاتة. كده انا خلصت السطر الاولاني معايا وخلصته غرزة نص عمود. بعد كده هرتفع ب2 سلسلة، 1 2، وهدور الشغل معايا كده. اول غرزة انا اشتغلت فيها نص عمود اللي هو ارتفاع سلسلتين دول بمحل العمود اللي انا هعمله. بعد كده هلف على الابرة وهدخل في الغرزة اللي بعدها واشتغل نص عمود بالشكل الطبيعي بتاعه، وهلف على الإبرة وأخرج من ال3 غرز. بعد كده هلف على الإبرة وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهخرج، ألف على الإبرة وأخرج منهم هما ال3 بالشكل ده، وبكمل طول الحزام معايا لحد الطول المطلوب بالشكل ده. كده أنا وصلت لطول الحزام اللي أنا محتاجاه. هاجي بعد كده هرتفع 2 سلسلة وهدور الشغل بتاعي وهسيب اول غرزة مش هشتغل فيها، هدخل في الغرزة اللي بعدها وهعمل نص عمود. بعد كده هلف على الابرة وادخل اعمل نص عمود. بكمل السطر بتاعي بالشكل ده.
ودي اخر غرزة معايا. بعد كده هسيب الغرزة قبل الاخيرة وهدخل في اخر حاجة هشتغلها اللي هو الارتفاع بتاعي ده. بدخل في الغرزة رقم 2، يبقى انا اللي عملته هنا السطر ده ان انا سبت اول غرزة من هنا واول غرزة من هنا عشان يديني الشكل الانحناء ده في الطرف بتاع الحزام. بعد كده هرتفع 2 سلسلة، وده اخر سطر معايا. وهبتدي ان انا ادور الشغل بتاعي وهلف على الابرة. هسيب برضو اول واحدة وهدخل في اللي بعدها واعمل نص عمود، بلف وادخل في اللي بعدها اعمل نص عمود، بلف. ودي اخر غرزة هسيبها وهدخل في سلاسل الارتفاع وهشد الخيط واخرج اعمل نص عمود. كده اقدر اقص الخيط بتاعي واخرج بالخيط خالص. طبعا هندريه. بنبتدي ندريه في ظهر الحزام تحت الغرز. هقيس معاكم طول الحزام اللي انا نفذته. سبعة وستين سنتي. طبعا انا عاملة مقاس اطفال صغير، والمقاس بتاع الحزام ده تقدري تتحكمي فيه، تقدري تطوليه عن كده وتحبي تعرضيه او ترفعيه، دي حاجة تبع راحتك. بعد كده هبتدي اعمل جزء صغير، عقدة البداية، وهرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. بعد كده هبتدي ارتفع 2 سلسلة، 1 2. هلف على الابرة وهدخل في الغرزة رقم 3 وهخرج بالشكل ده. هدخل تاني في الغرزة اللي بعدها، كل غرزة هتقابلني في الاربع غرز هبتدي ادخل واعمل فيها نص عمود بالشكل ده، وهرتفع 2 سلسلة وهدور الشغل بتاعي والف على الابرة، ادخل في اول واحدة واعمل فيها نص عمود، اللي بعدها نص عمود. اخر حاجة اللي هي سلاسل الارتفاع، بدخل في الغرزة رقم 2 وبعمل فيها نص عمود. بعد كده برتفع 2 سلسلة وبدور الشغل بتاعي. انا كده خلصت الجزء اللي معايا اللي انا اشتغلته وطوله 10 سنتي. بعد كده هاجي هنا وابتدي ادخله كده، الفه حوالين الحزام، نخلي دي الناحية دي،
بعد كده هشبكهم في بعض بغرزة منزلقة، وهاخد الخيط ده معايا دي اول غرزة. بعد كده الغرزة اللي بعدها، كده انا خلاص ثبتها وقصيت الخيط بتاعي. بعد كده هبتدي اداريها في ظهر الحزام. كده انا خلاص ثبتها بقت معايا بالشكل ده. هبتدي ادور القفلة دي اخليها يمت جوه كده، وبعد كده ببتدي اقفل الحزام بتاعي كده. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، بتمنى اني اكون افدتكم، وان شاء الله تنوروني في القناة وتدوسوا على كلمة اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايك كتير كتير عشان يترفع للناس ويشوفوه ويستفيدوا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير.